Anak po ba? Ako ba? Diyan pa do. Wa aja. يحكى أنه في بني إسرائيل رجل عابد فجاء قومه فقال له إن هناك قوما يعبدون الشجرة ويشركون بالله وذلك أمر ممنوع في الإسلام كما قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأما حال الناس عندما يأكلون الشجرة Menyembah kita. يشركون بالله فغضب العابد غضبا شديدا وأخذ فأسا ليقطع الشجرة لكن في الطريق قبله إبليس بصورة الشيخ الكبير والله لا أسد هذه الشجرة مهما كان أجل موت الآن ثم ماذا تفعل ذلك؟ أيها الإنسان ضعيف هل تستطيع أن تعلمني؟ وبدأ الجدال والتشاجر إبليس مع العابد فغلبه العابد وأوقعه على الأرض رحمة الله الله أكبر توافق العابد في اليوم القيامة Jamin.
اليوم الثالث لم يجد الدين راية فغضب العابد. اسجدوا اسجدوا يا ابليس انت كذبتني لقد اعطيت سجاره لقد اعطيت سجاره. حال الناس يردوا كما من قبل يعبدون الشجرة ويشركون بالله. Dia bawa suami فجاء العابد وأخذ رأسه فقابله إبليس في صورة شيخ كبير. كذبت كذبت. فتقاتل فغلب إبليس العابد وألقى به على الأرض. لم تعرفوا يا رجل أنك غضبت في المرة الأولى لله تعالى، ولكن الآن غضبتك لدين الرأي. فأذنك وتزوج الممات. أيها الناس انتظروا ثم انتظروا سوف نوصفكم جميعا لكي تكونوا أصحاب النار معي. انتظروا انتظروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا فجددوا 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 إيمانكم. silat.
Wahai sahabatku, jangan pernah mensyirikkan Allah. Berimanlah dengan sebenar-benar iman. Karena iman adalah lentera yang harus dijaga. Update imanmu, update keimananmu, dan perbaiki niatmu. Niat memang utama, tetapi keikhlasan adalah kuncinya. Sebagaimana Pujangga berkata, hati adalah raja, bersih dari lahirnya. Itulah fitrah kita, fitrah dari Yang Kuasa. Janganlah kau terlena tipu daya dunia panggung sandiwara, pasti ada akhirnya. Syukran ala husni ihtimamikum.